بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مرة تانية في حي السفارات. زي ما قلنا قبل كده، حي السفارات من الأحياء الراقية اللي العمارات فيها كلها عمارات ألفينات. الشارع النهاردة شارع هادي وراقي، أكتر حاجة بتميزه الهدوء وإن هو واسع ومفيش أي مشكلة في الركنات هنا. الشقة اللي معانا في الدور الثاني في العمارة اللي فيها صلي على رسول الله دي عليه الصلاة والسلام. الشقة في الدور الثاني، الدور على شقتين، مساحة الشقة 200 متر. تقسيمة الشقة ريسبشن يشيل 3 قطع أو قطعتين كبار خالص، 2 حمام و3 غرف مقفولين، وتراس كبير على واجهة العمارة. العمارة مباني 2008. من العمارات المميزة. والشارع زي ما احنا شايفين شارع هادي جدا، وكده قريب جدا من التجمع ويودي على التجمع. دلوقتي هنشوف المدخل. نتمنى اللي ما عملش اشتراك يعمل اشتراك. نشوف المدخل وبعد كده نشوف الشقة. نشوف المدخل. احنا معانا هنا 2 اسانسير. تمام. الشقة زي ما قلنا في الدور الثاني، والدور على شقتين. مدخل واسع مميز ان شاء الله. ودلوقتي هنشوف الشقة من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشقة بيفتح على الريسبشن اللي في الوش ده حمام الضيوف، وهي مستويين يعني درجة واحدة بس بين المستوى والتاني. أرضيات ما شاء الله مميزة جدا، أرضيات رخام. احنا عارفين دايما الرخام بتبقى أذواق راقية. الريسبشن يعتبر 3 قطع أو قطعتين كبار، لكن هو برضو يشيل 3 قطع. ودي طرقة التوزيع. اللي الشقة ما أقاموش فيها كتير، فالتشطيب مش مستهلك. نشوف البلكونة. الفيو هنا معانا مفتوح. الشارع ما شاء الله واسع، مفيش أي مشكلة في الركنات هنا. زي ما قلنا البيع بالفرش إن شاء الله وبالأجهزة. هو عشان الفرش حجمه كبير فيمكن مش مبين المساحة الفعلية للشقة، واحنا بنصور تصوير عادي مش بنعمل أبعاد علشان يبقى التصوير طبيعي. العمارة زي ما قلنا حديثة مش قديمة. حمام الضيوف. دايما مهم ان احنا نشوف سقف الحمام. طبعا مفيش تسريب ولا حاجة. طرق التوزيع على شمالنا كده المطبخ.
مستوى تالت بدرجة واحدة برضو. ده شباك حلو جدا في التهوية، فاتح على المنور. وده الحمام الرئيسي اللي بيخدم الثلاث غرف. البانيو الجاكوزي. ما شاء الله كل التشطيب مش مستهلك لان هم مش مقيمين فيها اصلا، هي زي استراحة كده بيجوا فيها ايام بسيطة. ودي الغرفة او الغرفة، دي الغرفة الصغيرة. طبعا بنصور الفرش لان العرض شامل الفرش. الغرفة الثانية وغرفتين النوم بحري. دي الغرفة الثالثة، شايلة سريرين ودولاب. الشقة 200 متر، ده المساحة الإجمالية بتاعتها. الشقة في الدور الثاني، وكل التفاصيل هتلاقوها إن شاء الله تحت الفيديو.